راحوا يركبوا الهاند ريل او الترابزين. اول حاجه بداوا بيها انهم قصوا اول جزء من الترابزين واستخدموا اسياخ حديد المسافه بينهم 10 سم من المركز للمركز، والاسياخ ديت بتركب مضغوطه جوه الفتحات. بعد كده جابوا اللوح العلوي وركبوه فوق الحديد وثبتوه بمسامير مخفيه مع غيره خشب عشان يضمنوا ان الترابزين يبقى ثابت ومتين. والخشب اللي استخدموه هو خشب ارز وكان مليان عقد في اماكن كتير، عشان كده كانوا دايما بيختاروا اماكن الحديد بحيث ما تجيش فوق عقده كبيره وتبقى ضعيفه. والترابزين كان طويل جدا اكتر من 10 متر، فكان لازم يوصلوا الالواح مع بعض. استخدموا وصلات خشب صغيره مع الغيره والمسامير المخفيه، وبعد ما خلصوا سابوها تنشف 24 ساعه كامله، وبعدها عملوا اختبار قوه وحاولوا يكسروا الوصله بايديهم وما قدروش، وده بيأكد ان الغيره والوصلات الخشب الصغيره طلع اقوى من المتوقع بكتير. بعد كده جابوا جهاز ميزان الليزر وحطوه على زاويه الترابزين وطلع مستقيم بنسبه 100%، ودي نتيجه مبهره جدا. وركبوا قطعه تجليد أمامية عشان تدي شكل ديكوري وتغطي الاطراف، وبعد ما خلصوا التركيب صنفروها كويس جدا واستخدموا الراوتر وخلوا بيه الحواف دائريه، وشكله في الاخر بقى احسن كتير الصراحه. رجع للسلالم اللي عملهم في اول الفيديو، فك الدرج المؤقت اللي كان مركبه وركب التلابيس على جوانب السلم وركب القوايم والدرج النهائي لحد ما السلم خلص تماما، والسلم في النهايه بقى صلب جدا. دلوقتي قدامهم تحدي انهم يطلعوا الوزر الخشب شكله في الاخر كانه قطعه واحده. حددوا الابعاد بدقه وبداوا في تقطيع الالواح وركبوهم في مكانهم، وفي الزوايا قطعوا اطراف الوزر بزاويه 45 عشان يقفلوا على بعض كويس، وركبوا جوه البيت برور خشب بشكل كلاسيكي زي البيوت القديمه.